رينج 60 وال70 الف ده لا موجود، وبيوصل لحد 2400 دولار، وفي تكليد تاني ممكن ياخد 600 الف جنيه في الشهر. السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن توبيك هو ده اعتقد يعني السبب في دخول ناس كتير جدا لمجال البرمجه، وهو المرتبات في 2025 للديفلوبرز، او هي الفئه، يعني مش ناس كتير قوي في البلد ارتفاع الدولار بيأثر على مرتباتها، ولكن الديفلوبرز هي الفئه اعتقد اللي دايركتلي ارتفاع الدولار بيأثر على المرتبات بتاعتنا. فما فيش حد بيبقى عنده فكره قوي اللي بيحصل عامل ازاي، لدرجه ان الديفلوبرز بينهم وبين بعضيهم بيسالوا بعض طب انا جالي من الشركه الفلانيه اطلب كام، انا مش عارف هكون مثلا كده طالب اقل ما انا المفروض مثلا اخد، او كده هبقى اوفر بادجت او مش عارف ايه. ففي لخبطه شديده جدا حتى في الفيلد نفسه، لان المرتبات اتغيرت جدا. فبتلاقي مثلا ديفلوبر شغال في شركه من سنتين، ساعه ما اشتغل فيها كان مثلا السالري بتاعته بتساوي مثلا 1500 دولار، دلوقتي مثلا بقت 400 500 دولار، وهو لسه شغال في الشركه ديت، ولكن هو يوازي مثلا ان هو ممكن يقدر ياخد 3000 دولار. فقصه صعبه، قصه حزينه جدا. فالمهم انا هشرح لكم التقسيمه بتمشي ازاي بتاعه الديفلوبرز، فين الشغل اللي بيديك كام وقد ايه، الدولار بيأثر عليك ازاي، وبتاخد كام، وكل واحد في انهي مرحله بياخد قد ايه وكده. احنا هيبقى كلامنا النهارده عن الجنرال بوزيشنز. يعني ايه الجنرال بوزيشنز؟ يعني البوزيشنز اللي موجوده في كل شركه. مش هقول لكم مثلا والله ده احنا التك ليد بياخد كذا، لان مثلا في تك ليد ممكن مثلا ياخد له 100000 جنيه في الشهر، وده رقم زهيد بالنسبه للتك ليد. وفي تك ليد تاني ممكن ياخد له 600000 جنيه في الشهر، وده مش رقم بعيد، بيحصل والله. فبتفرق جدا. فانت مثلا ما انت تكون تك ليد، اي تي مانجر، تشيف مثلا، تكنولوجي اركتكت، مش الحاجات دي كلها بتفرق جدا، والفارينس فيها بيكون صعب جدا، وممكن فعلا شخص يكون بياخد 10% من المرتب التاني. ولكن ده ما بيحصلش قوي في الجنرال بوزيشنز. يعني از ان انت مثلا شغال جونيور ديفلوبر، ميد ليفل، سينيور، حتى ممكن تكون برنسبل انجينير او برنسبل سوفت وير، او مثلا تيم ليد او الكلام ده. تمام. فاحنا هنتكلم عن الجونيورز، وهي الفئه من الفريشرز الى اول سنه خبره، يعني خلال من صفر خبره لاول سنه خبره، ودول الجونيورز. طبعا ناس كتير قوي بتقول لك الجونيورز بيكون سنتين، ولكن كل حاجه دلوقتي ماشيه بسرعه، تمام، بسبب الدخول بتاع الاي اي. وبقى انت دلوقتي تقدر انت تاخد من جونيور وورس او تاسكس اكبر شويه من اللي كنت بتاخدها من الجونيورز زمان. فتقدر تقول ان فرنج السنه ماشي بتبدا الجونيورز تبدا ان هي من المرحله ديت تدور على النكست بوزيشن، ويكون اعلى شويه من فكره ان هو جونيور. ولكن في اعتقاد ناس تانية ممكن توصل لحد 3 سنين، وتفضل انت مثلا الناس بتقول عليك جونيور، او ان انت مثلا التكنيكاليتي بتاعتك ما تتخطاش هذا المستوى، لان ممكن انت اصلا ما تعديهاش، لان هي بتفرق وبتحتاج حاجات عشان تبدا تعدي من مستوى للتاني وهكذا. فالمهم من صفر الى عام ده مرحله الجونيور، من عام الى سنتين او 3، وده الميد ليفل اللي هو متوسط الخبره. من بعد 3 سنين انت كده بقيت سينيور. يعني في ناس برضو هترجع تاني وتقول لك لا سينيور ايه يا عم، اللي 3 سنين اكسبيرينس ده سينيور، عشان خاطر مثلا تبقى انت سينيور ديفلوبر فانت محتاج 5 و6 و7 سنين والكلام دوت. في سينيورز بيشتغلوا في شركات فانج 3 سنين اكسبيرينس ويمكن عارف. فانا عارف انا بتكلم عن ايه. تاني تقسيمه من صفر الى سنه جونيورز، من سنه الى 3 سنين ميد ليفل، ومن ميد ليفل يعني مثلا السينيور بيكون بلس 3 سنين بقى الى المانيا النهائيه، او الى ان انت بقى بتخش بقى في ترانزيشننج بوزيشن، ان انت تكون بقى تيم ليد او تكون برنسبل مثلا انجينير او الكلام دوت. دي حاجات بتبقى واقفه على انت مستواك فين، اشتغلت في بروجكت عامله ازاي. فمش كل الناس بتعرف تنقل اصلا من ان انت فكره انت تكون سينيور الى ان انت تكسر المرحله اللي بعدها. ولكن هنتكلم برضو عن التيم ليدز بيكون مرتباتهم برضو عامله ازاي. طيب في انواع من الشركات زي ما احنا اتكلمنا عن انواع الديفلوبرز، ففي انواع الشركات. انا هقول لكم كل حاجه ستريت فورورد، ومش هخش اقول لكم مثلا لا والله الواقع الفلاني بيقول لكم ان الديفلوبر المصري متوسط اجره مش عارف 20000 جنيه في الشهر، مش عارف ايه 30000 جنيه. انا هقول لك اللي بيحصل في السوق، انا بقول لك اللي بيحصل، هقول لك اللي بناخده، هقول لك العقود بيبقى شكلها عامل ازاي. والله انا ما عنديش مشكله حتى ان انا اطلع عقود من العقود القديمه اللي عندي عادي، ماشي، اشوف اذا كان ده ينفع ولا ما ينفعش، وعادي قشطه صباح الفل. يعني انا هقول لك اللي بيحصل فعلا، دي التروث، مش زي مثلا ما الناس بتطلع تتكلم فيها اللي هو بيكون فرنج من كذا لكذا، وبعد كده ياخد لك مثلا مجموعه دول مع بعضها. يا عم انا بتكلم عن نفسي، انا هاخد كام لما انا مثلا هكون جونيور ميد ليفل سينيور، انا هاخد كام؟ فده اللي احنا هنتكلم فيه. في بقى انواع من الشركات، في شركات مصريه، والشركات المصريه بتنقسم لتو كاتيجوريز: شركات مصريه تحت بير سلم زي ما بيقولوا، وشركات مصريه واعده، يعني هتكون حاجه كويسه او هي اوريدي ويل استابليشد وليها اسم في السوق والكلام ده. والشركات اللي تحت بير السلم مش لازم تكون شركات جديده، يعني في شركات بتبقى شغاله بقى لها 20 سنه وبرده شركات تحت بير السلم، وهتفضل على طول عمرها الشركات تحت بير السلم. دي اول نوع من الشركات. في بقى الشركات الثانيه، وهي دي انا ده ليفل انا اخترعته
اخترعته تمام لوحدي، وانا واخد براءه الاختراع بتاعته ومش هتنازل عنها، هو الشركات السعوديه بنسبه 70% و30% الشركات الاماراتيه اللي بتاخد الديفلوبر المصري. كانوا قبل كده بيحاولوا ان هم يتعاملوا مع الديفلوبرز الهنود والباكستان والكلام دوت، ولكن التعامل معاهم بشع. انت بتتكلم مع شخص لا هو عارف يفهمك ولا انت عارف تفهمه ولا هتعرفوا تتواصلوا لحاجه في النهايه، وعنده برود اعصاب غير عادي. يعني في يعني لما رحم ربي في ناس فعلا منهم بتبقى كويسين، بس بجد ان انت مثلا انا افضل لو انا بزنس اونر وهشغل ديفلوبرز مش هيكونوا هنود وباكستان، لو انا هشوف بني ادمين مش هيكونوا هنود وباكستان. يعني لا الدنيا في حاجه غلط، يعني هو في حاجه غلط ان انت يبقى العدد ده كله ومفيش، ويبقى المشاكل بينهم كلها كومن، اللي هو مثلا انت عندك مشاكل في التواصل وكل الناس عندها مشاكل في التواصل معاهم، فيعني في حاجه. فكانوا بيحاولوا ان هم يشغلوا هنود وباكستان، وطبعا اسعارهم رخيصه والكلام ده، ولكن دلوقتي بقوا انفستد قوي 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 في السوق المصري، لان فعلا الديفلوبرز المصريين من وجهه نظري الشخصيه الناس اللي تورث فعلا، الناس اللي هم اللي يتقال عليهم ديفلوبرز فعلا كويسين جدا، جايب من دين تفاحه والله العظيم حاجه فعلا هنا. فده الكاتيجوري الثاني اللي هو الشركات اللي بتنفست في مصر، ولكن هم من بره بيبقى معاهم بادجت اقل من ان هم يشغلوا ناس طبعا من عندهم، او حتى الناس اللي عندهم ما بتكونش طبعا كفاءه زي عندنا. تتكلم مثلا في السعوديه في الامارات اعداد السكان طبعا اقل، غير كده فانت لو هتشغل مثلا طبعا من بلد فقيره فهتلاقي نفسك ان انت لو انت هتشغل سينيور مثلا في الامارات فانت هتدي له مرتب 3 سينيورز هنا في مصر، فهيطلعوا لك نفس اللي هو قد اللي هو بيطلعه 3 مرات يعني، فانت هتبقى بتخسر بادجت بس لو انت مشغل واحد من هناك، غير لو انت بقى محتاجه داي باي داي عشان خاطر ميتنجز او احنا ما بنحتاجوش يعني، بس خلينا نكون واضحين مع بعض. فعشان كده هم بينفستوا في الشغل الريموتلي والكلام ده. فهو الريموتلي بالنسبه لدول الخليج هو ده تاني ليفل. تالت ليفل وهو الشركات الاوروبيه او شركات الغرب عموما، امريكا كندا اوروبا، شركات الغرب عموما هو ده تالت ليفل. الشغل فيهم بيكون مختلف، علشان كده بقول ان هو تالت ليفل، ولكن مرتبات ما بتختلفش قوي عن الليفل اللي قبله، ولكن الشغل بيختلف بشكل يعني انت هنا بتهلهل وهنا لا، انت هنا ماشي الدنيا ماشيه مظبوط بصراحه يعني. ورابع ليفل وهو الليفل اللي هو الليفل الوحش زي ما بيقولوا، ده بقى شركات الفانج والشركات الكبيره، الشركات اللي مش عارف ايه، والمرتبات بتاعتهم برضو يعني، بس اوعى تفتكر ان خلاص ده ليفل الوحش فهياخدوا مرتبات هناك بشعه، لا مفيش الكلام ده يعني، هنفهم كل حاجه دلوقتي. فدلوقتي احنا عندنا 3 انواع من او 4 انواع من الديفلوبرز: جونيور، ميد ليفل، سينيور، تيم ليد. وعندنا 4 انواع من الشركات المصريه والشركات الخليجيه اللي بتنفست في مصر، والشركات الغرب، وشركات التوب نيش بقى اللي هو الفانج. ده بياخد كام ومنين، وده بياخد كام ومنين، وده بياخد كام ومنين، وهكذا. كجونيور انت مثلا ممكن يكون طريقك بيجي كالاتي، معلش انا عارف ان انا طولت عليكم، بدانا من هنا هتسمع بقى ارقام ماشي، ولكن انا بشرح لك بالظبط عشان خاطر تبقى انت عارف تقدر تاكسبكت ايه في كل خطوه، لان فعلا الموضوع مكلكع شويتين 3، فعلا الموضوع مكلكع شويه حلوين يعني. انت دلوقتي تبقى جونيور، لو انت هتبقى جونيور فانا عايز اقول لك ما تاكسبكتش او ما تتوقعش ان انت هتلاقي نفسك اشتغلت في شركه مثلا من ليفل 3 اللي هو مثلا ليفل الغرب مثلا، مش هيحصل يعني. طبعا في حالات نادره بس مش هيحصل يعني. انت مثلا تلاقي نفسك شغال في شركه غرب مثلا وبتاع وانت ما عندكش النولج، انت لسه فريشر او انت جونيور او الكلام دوت، صعب قوي. فانت الشركات اللي هتلاقي نفسك شغال فيها 90% هي الشركات المصريه، لان دول اقل مرتب بيطلع، و10% ان انت ممكن تكون اشتغلت في شركه خليجيه ولكن عايزين مثلا يدوا تاسكات صغيره مثلا لحد، فمش محتاجين ان هم يجيبوا سينيور، فقال لك البادجت فنجيب حد جونيور كده. ف90% بالنسبه للجونيورز بيكون شغلهم في الشركات المصريه. طب الشركات المصريه بتدفع كام للجونيورز؟ الرقم ده يعني ما تخلوش ان هو يخضك، لان الرقم ده انت يعني اول سنه ديت من شغلك يعني، من فضلك اسمع كلامي واعتبرها فيلر. عارف سنه الامتياز بتاعت الدكاتره كده اللي هو بيروح يشتغل ويطلع عينه وفي الاخر يدوا 2300 جنيه، اعتبرها كده. بيدوك من 8 ل 12. از جونيور بتاخد من 8000 جنيه ل 12000 جنيه، رقم زهيد فوق ما تتخيلوا، ورقم زهيد كمان مقارنه باللي انت هتسمعه كمان بعدين، لان في جامبس بعد كده خارقه ماشي. فمن 8 ل 12000 جنيه ده اللي بتدفعه الشركات. لو انت مثلا من 10% اللي اشتغلوا مثلا في شركات زي مش عارف شركات خليجيه والكلام دوت، ممكن توصل لحد 18000. صعب يحصل غير كده ممكن، ولكن صعب يحصل غير كده في اول سنه شغل ليك. ده اللي انت تتوقعه. شركات مصريه من 8 ل 12، خليجيه التوب نيش بتاعك از جونيور 18000 جنيه. طيب تاني بقى نخش على الميد ليفل. الميد ليفل هنا بقى بتقدر انت تشتغل از ميد ليفل، في قليل منهم 20-30% منهم هو اللي بيشتغل لشركات مصريه، تقدر تقول 50% بيشتغلوا لشركات خليجيه، و20% في الاخر بيشتغلوا لشركات غربيه، وافراد قليله قوي 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 هي اللي ممكن تكون بتشتغل لشركات فانج، ودول هخرجهم من حسبتي لان في الغالب هم مش موجودين اصلا. فالميد ليفل بيتقسموا كالاتي: 20% و30% مثلا شركات مصريه، وال30% دول بياخدوا كام مثلا في الشركات المصريه في حد ميد ليفل،
ليفل بياخدوا من 24000 ل 32 33000 في الرينج ده. وطبعا واحد سنه ونص مثلا يوم ميد ليفل مش زي واحد 3 سنين ميد ليفل، يعني ده بيفرق وده بيفرق ماشي. فبتبقى من 24 تقدر تقول بتتزق لحد 35 كمان. يعني في الشركات المصريه هنا اقل نيش، في الشركات المصريه بتبقى من 24 لحد 35. ده شركات مصريه حد ميد ليفل. طب الميد ليفل اللي بيشتغل فيه الشركات الخليجيه ده ممكن يوصل لحد $900، يعني بتتكلم ان هو ممكن يوصل لحد 45000 جنيه. لو شغال لشركه خليجيه ممكن توصل لحد 45000 جنيه كميد ليفل. طيب لو انت شغال بقى في شركه غربيه فانت ممكن تلاقي نفسك من الناس اللي وصلت الى $1200 في الشهر، وده بيعادل حوالي 60000 جنيه. توصل ل 60000 جنيه ميد ليفل وانت خبره سنتين عادي، كتير قوي 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 قوي. طيب هنا بقى هيحصل اوفرلاب بقى، اللي هو انت ازاي مثلا ميد ليفل بياخد 60000 جنيه وبعد كده انت لما تخش في مرحله السينيورز هتقول لي ان في سينيورز في مصر بتاخد اقل من 60000 جنيه. هقول لك اسمع دي، السينيورز في مصر طبعا احنا قسمنا الاربع شركات، الاربع ليفل بتوع الشركات وهكذا. السينيورز في مصر في سينيورز بتشتغل لشركات مصريه، في فعلا سينيورز بتشتغل لشركات مصريه. ليه؟ لان علشان خاطر توصل لمرحله ان انت عندك السينيورتي ليفل، فانت بقى لازم يكون عندك بقى بروبلم سولف بقى، ان انت يكون عندك قادر ان انت اتعاملت مع مشاريع كبيره. فانت ممكن اصلا الثلاث سنين اللي عدوا عليك انت مثلا اشتغلت 3 سنين واشتغلت 4 سنين، ولكن اشتغلت في مشاريع لاندنج بيجز بقى واشتغلت في حاجات بسيطه جدا، كنت بتمنتين شويه حاجات، او انت كنت شغال في شركه من تحت بير السلم. فانت مفيد بالنسبه لي اقل من ميد ليفلز كتير، لان انت ما اشتغلتش على مشاريع كبيره، دماغك قد تكون مش احسن حاجه، جيناتك كده نعمل لك ايه. فده ممكن محبط شويه ناس، ولكن يعني مش شرط ان انت عشان خاطر دخلت البرمجه فانت هتوصل للسينيورتي ليفل او انت تكسر الدنيا. ده بيقف على مجهودك، بيقف على جيناتك، بيقف على المشاريع اللي اشتغلت فيها. عشان كده ممكن مثلا انا كنت في وقت من الاوقات كنت بقبل مرتبات اقل بس علشان خاطر اكون بشتغل على مشاريع كبيره احطها في السي في بتاعي، حاجات كده ماشي. فانت ممكن تلاقي سينيورز في البلد. السينيورز في البلد بيتقسم ازاي؟ ستيل 20% بيشتغلوا الشركات المصريه، ودول بياخدوا لحد 50000 55. ما سمعتش عن 60 كتير، لا، ف 50-55 الف للسينيورز اللي بيشتغلوا شركات مصريه. السينيورز اللي بيشتغلوا لشركات خليجيه دول بيوصلوا لحد 70 و75 الف. في 80 سمعت 80 اكتر من مره، وفي ناس في نون بتاخد بس نون كبيره فانا قررها بالحسبه. بس يعني مثلا عندك فويس فودافون بتدي، في ناس بتديها والله بيدوا سينيورز ستينات، بس سمعت دلوقتي ان في ناس بتعمل 70 في فويس. في شركات كبيره في لينك ديف، في اي تي وركس، في شركات كتير يعني بتدي في الرينج ده للسينيورز. الرينج 60 وال 70 الف ده لا، موجود كتير جدا. ده في الشركات اللي بتنفست في مصر. الشركات اللي مثلا بتنفست في مصر ليها مثلا بتشتغل انت مثلا لشركه مصريه ولكن الوكيل بتاعها من بره مثلا، او صاحب الكاستمر بتاعها مثلا من بره، فبيدفع بالدولار، فمبقاش عندهم مشكله ان هم يدفعوا لك. الشركه كلها على بعضها اصلا بتكون شركه خليجيه ولكن فاتحه برانش هنا عشان خاطر تخلص السوفت وير بتاعها. هو ده فكر شكل الانفستمنت في مصر ماشي. دول بتوصل السينيورز اللي بيشتغلوا فيها، ودول بتبقوا الاغلبيه بقى 50-60% من السينيورز بيشتغلوا في الشركات ديت ماشي، وبياخدوا من حوالي 60-70 ممكن 80 الف جنيه. في بقى السينيورز طبعا في فئه طبعا محترمه منهم، بتتكلم في حوالي 25 بيشتغلوا للشركات الغربيه، ودول بيعملوا من $1500 ل $1800، من $1500 ل $1800، وده من 75,000 جنيه الى تقريبا 90,000، وبيوصل لحد $2,400. ولكن ال $2,400 دي ليه انا حسبتها بره الايكويشنز بتاعتي؟ عشان خاطر بصراحه لما سمعتها من شركات جامبلينج، يعني شركات قمار وكده. فمش عارف طبعا القناعه بتاعتي اللي بيتفرج عليا ايه، ولكن اللي اعرفه في ناس كتير جدا بترفض ده. $2,400 ولكن جاي لي من حرام، فبتبقى 120,000 جنيه من شركه واحده. 120,000 جنيه ودي مش شركات كبيره ولا حاجه، ولكن هي شركه جامبلينج، فانا مش عايز يعني $120 انا اخد 90 من شركه ثانيه وخلاص. ففي 25% من السينيورز اللي موجودين في البلد بتبقى خبره 3 سنين او 4 سنين في الرينج ده، وبتكون بتعمل من 75,000 الى 100,000 جنيه، وده رقم فيرشوالي مش كبير. وهتبقى متفاجئ اول مثلا ما تبقى بتقدر تعمل الرقم ده مثلا 6 شهور ورا بعضهم، هتبقى متفاجئ قد ايه الرقم ده ممكن يكون بيخلص بسرعه. يعني في بقى اللي هو 1 و2% اللي في الاخر دول بقى اللي شغالين لشركات مالتي ناشونال، شركات فانج، شركات مش عارف ايه، ما بيروحوش بقى يزود $1000. فبتلاقي مثلا هم عاملين من 150 ل 170,000. لو انت شغال لشركه فانج بقى وبره البلد ومش عارف ايه والله العظيم، وفي شركات فانج بتدفع 100,000، والله في شركات فانج بتدفع 100,000. فلا يعني مش كله، ولكن السقف بتاع الشركات الكبيره بيكون في رينج ال 170. طبعا ده باستثناء الناس اللي بتاخد بوزيشن جامده تفاحه علشان خاطر هو بيعمل حاجه ما فيش اي حد تاني يعرف يعملها زيه، لان هو عنده
بكفاءه خرافيه، فده ممكن مثلا يبقى 300 400 الف. ده حاجه ثانيه، الناس دي بتكلم دي سبيشال كيسز. ولو انت سبيشال كيس فانت غلطان انك بتتفرج على الفيديو ده اصلا. يعني انت اصلا لو انت مثلا عندك 160 درجه اي كيو، قاعد على مش عارف ايه 24 ساعه ومتعلم لك 60 لغه برمجه والكلام ده كله، وبتتفرج على فيديو زي دوت عشان خاطر عمرو يقول لك انت هتاخد كام في الشهر، انت غلطان، انت راجل موزع يعني. مش سامحني بس انت اللي جبته لنفسك يعني. وبعد كده بقى بيكون في بقى التيم ليدز بقى، وده كلام بقى هيبقى يعني ايه شويه حبشتكه كده، ولكن ده مش مهم قوي بالنسبه لي بصراحه، مش مهم قوي. بتلاقي انت مثلا ممكن تلاقي تيم ليد حرفيا موجود في شركه، انت بالاسم تيم ليد، ولكن انت الفكره ان انت سينيور، بس انت اكتر سينيور خبره في التيم، فراحوا قايلين لك انت تيم ليد وانت فرحت باللقب، وبيدوك 50000 جنيه في الشهر، وتبقى تيم ليد في شركه جنبها والله اخر الشارع. بس الفكره ان انت بالتجمع انت بس رحت واخد الكورنر ورحت داخل اسمها ايه، كاب جيميني دي ولا اسمها كيب جيميني، مش عارف اسمها ايه والله، ماشي. وبعد كده مثلا كيب جيميني ساعه ما انا كنت تعبان كانوا كلموني في رقم حلو يعني، حلو. كانوا عايزين تيم ليد للفرونت اند، وكانوا بيتكلموا في بادجت محترمه بصراحه. فتلاقي نفسك مثلا انت تيم ليد ياخد له 50000، وتيم ليد يعمل له 200000. للفرونت اند تيم ليد، للبرنسبل انجينير تيم ليد، للسوفت وير مثلا تيم ليد بتاع التيم كله، ماشي. فبتلاقي نفسك بتراوح بقى. بس الفكره ان هو الفارينس هنا كبير قوي، الفارينس كبير قوي، ان انت ما بتبقاش عارف انت مين فين، وانت هل انت فعلا تيم ليد عشان خاطر هم محتاجين تيم ليد، ولا هم بيقولوا عليك كده اهوت علشان خاطر يلاقوا حد يسحلوه زياده مثلا، ويقولوا انت عبد الشركه الجميل والكلام دوت. فهنا الدنيا بتلخبط جامد بقى، مين تيم ليد بجد ومين تيم ليد مش بجد. ولكن انا في المتوسط ماشي، عشان خاطر اقول لك انت تيم ليد في شركه كويسه 150000. وده اخر. هل انت مثلا بتاخد بالدولار ولا ما بتاخدش بالدولار؟ في شركات كتير جدا 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 في البلد دي بتدفع بالدولار، فاقدر اقول لك ان هو لو انت ميد ليفل وانت طالع 65% من الشركات بتدفع بالدولار، او بتثبت لك رقمك بالدولار. فانت مثلا هتلاقي نفسك اللي هو ايه، الدولار النهارده ب 51 وانت مثلا مرتبك 1000 دولار، فيبعت لك 51. مرتبك مثلا هو 1000 دولار وانت مثلا الدولار دلوقتي ب 48، يبعت لك 48. الدولار بقى ب 60 يبعت لك انت ايه 60، على حسب، بيثبت لك البتاع بالدولار. بس ده برده بيحصل كتير وتعاملنا بيه كتير يعني، ومنتشر كتير قوي 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 دلوقتي. وكده كده عشان خاطر التحويل كله بقى في البنوك عادي، فالناس بقى بتديك الدولار خلاص. انا كده كده جاي لي دولار من بره فهديهولك اريح دماغي بس. وبتبقى سهله في التحويش عشان خاطر بتلاقي نفسك صعبان عليك نفسيا اصلا انت تحول من دولار لمصري، فمش ما تعرفش ليه، بس انت بتحس ان هو خلاص الفلوس دخلت بالدولار ديت ما ينفعش تحول. انا فضلت كده فتره طويله جدا يعني، الفلوس دخلت بالدولار، لا ابعد عنها يا عم الحاج، ده فلوس لا سيبها ديت تحتاجه في يوم تاني. طب يا عم ما احنا ماشيين اهو، انت تسحل نفسك ليه؟ انت اليوم موجود اهو، اليوم موجود، انت تعبنا معاك ليه؟ فلا يعني بتحصل كتير. بتقدر انت تقبض بالدولار، تقبض بالجنيه المصري، تقبض بالدولار تحول الجنيه المصري ايا كان يعني. بس في 65% من الشركات بالنسبه للناس اللي بتشتغل ميد ليفل وسينيورتي ليفل والكلام ده بتقبض بالدولار عادي. دي كانت المرتبات 2025 المرتبات الحاليه بارقام حقيقيه، فكك بقى من اللي هو خش على الموقع الفلاني ويقول لك المتوسط كذا والفرونت اند بياخد كذا والباك اند مش عارف ايه انا بس قلت لك اللي فيها، وكبر كلماتك من اي حد تاني. بالتوفيق.